فاميليا السلام عليكم، كلشي بخير، كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. المهم ما علينا. الياس المالكي تحكم ب10 شهور ديال الحبس. نمشيو نشوفوا المحامي ديالو شنو قال، ونشوفوا الناس اللي دعاتو هذوك اللي كيحاربوا التفاهه ما عرفتش. المهم ديك الساعه نعطي الراي ديالي اخوتي، ما نطولش عليكم باش نشوفوا شنو كاين. أستاذ صبري، اليوم شفنا إلياس مالكي تحكم يعني ب10 شهور. تكلمينا اليوم. والحمد لله كما قلنا في اخر استجواب. اليوم اعلنت الحقيقه القضائيه اللي كتجسد بطبيعه الحال في الاحكام، وانا ارى لفائده المناقشه ولفائده القانون وتاريخ القضيه وطبيعه الشخص فان العقوبه مقدره باستحضار مفهوم العقوبه البديله، فانها كانت انسانيه بامتياز، قانونيه، والامر كذلك يناقش. غنشوف المرحله السياسيه شنو يكون فيها. يعني يمكن لك تشرح لنا يعني تقرب حتى للمشاهدين الكرام يعني من الحكم بالضبط اللي تحكم عليه، واش عقوبه بديله او لا غادي يدوز الحبس نافي؟ لا، هو المنطوق اللي وصلني دابا، ربما انتم اكثر خبر في هذا الباب لان انا كنت في جلسه الجنايات. المنطوق اللي وصلني العقوبه نافذه استبدالها بالعقوبه البديله، هذا ما هو بشروط منصوص عليها في القانون ديال العقوبات البديله. يعني نفس العقوبه النافذه تقدر تبدل بعقوبه بديله. الى اصبح الحكم نهائي على الحاله ديالو بطبيعه الحال غتولي العقوبه البديله هي الاصل. هذا استبدال ديال العقوبه النافذه بالبديل، وجميع الاحوال العقوبه البديله ثقافه قانونيه ونص تشريعي واستحضار مفهوم ديال المساهمه. الياس اصلا كان يساهم في الشؤون العامه ديال البلاد وفي التواصل مع المواطنين بلا ما كان كيحتاج لكاع المنطوق حكم، هو تركيب توكل. بطبيعه الحال غادي يكون استئناف. نشوف، لانه الامر يتعلق بفريق دفاعي فيه من 5 المحامين. نشوف، وما كاينينش ما كاينش احنا اللي عندنا يقدر يخرج كلمه ديال المحكمه. انا بالنسبه لي كاين فريق يقدر يكون عنده شي تخفيض بعدا. خصنا حنا الدور ديالنا كدفاع غادي في هذا النسق، خصنا ندافعوا على واحد مامنين به. الياس بالنسبه لي لا سولتيني غير صمتي. الياس بالنسبه لنا ماشي مجرد ملف، ارتبطنا بالانسان كنعرفوا حتى حنا مواطنين. قلت لك بالنسبه لهذا الحكم واش تحكم بالملفات كاملين ولا غير القضيه المعروضه على المحكمه هي اللي بدات فيها. لاحظتوا ذاك النهار دوك الارساليات ودوك المراسلات ديال الشكايات اللي بقات في الجلد، المهم المنطوق ديال الحكم سمعناه كاملين. يعني استاذ صبري اعتبروا ان 10 اشهر انه واحد الحكم قاسي بالنسبه لإلياس المالكي؟ بالنسبه لنا تقدير الاحكام من قساوه وشده هذا يخرج عن الاختصاص ديالي. السلطه التقديريه للمحكمه سلطه لها في اطار القضاء العاطفي والوجداني، ولكن استحضار مفهوم العقوبه البديله دليل على انه الحكم في جوانبه استحضار مفهوم تشريعي جديد للمعطيات الانسانيه والاستفاده من التجربه ومن الدور ديال الياس في المجتمع. وبالنسبه للشكايات ديال الابتزاز وديال يعني اللي دارتهم الام ديالها، الام ديالو، يعني بالنسبه غيدوز معاه يعني في نفس الملف ولا لا؟ وهو ما يمكنش يدوز لاختلاف شخص المشتكي. الياس ماشي هو مو الشكايه ديالهم. راك حضرتوا بان نهار السبت كان الاجراءات ديال التقديم، وهذاك الملف غادي واكيد غادي ينتهي الاجراء قانوني. اكيد. شنو هذا الشيء يقول؟ شي واحد دقيقه نسالي والله. كمل لنا استاذ. جاوبتك الكلمه الاخيره استاذ صبري. الكلمه الاخيره، احنا بالنسبه لنا انا شخصيا كنشوف بان الياس هو تجربه انسانيه، هو بحالنا كما كنقولوا الدور ديالو. الثقافه ديال العقوبه البديله كتوافق شخصيته، هو يساهم معنا، كل واحد كيدير الدور ديالو الوظيفي والدور ديالو العام. انا كنظن الياس المالكي ديال الاخر يعني فاش غيولي فهمتيني يولي واحد اخر يعني وبدل بها. وشوف، هو الغايه ديال الاحكام هو اصلاح ديال عباد الله. نشوفوا الناس اللي دعاتو ديال الهيئه ديال هذوك الناس اللي كتحارب التفاهه، خرجوا فرحانين. المحكمه نمشيو نشوفوا شنو كيقول اخوتي، وتوكلنا على الله. الفن سمى الياس المالكي. حنا جد سعداء بهذه المعركه البطوليه وهذه الحرب البطوليه لحاميه الوطيس اللي خدناها من اجل الانصاف للضحايا ومن اجل اعلاء كلمه الحق. المتابعين ديالنا الذين شرفونا بالنيابه عنهم في مواجهه التفاهه والتافهين، استهل مداخلتي اليوم وانا اتواجد رفقه اصدقائي الاستاذ احمد الشاتو المحامي بهيئه الرباط والعنصر الفعال في الخاليه، ايضا
سي طاهر سعدون دركي المتقاعد والمحلل والرجل الامني او الخبير الامني. طبعا غادي نستهلوا او غادي نستهل التدخل ديالي يعني بواحد المثله شعبيه اللي غنختصر فيها اولا الاخبار الطيبه والوضع الجيد والمعنويات المرتفعه لخاليه زيرو تفاهه، ردا على المناوئين، ردا على خفافيش الظلام، ردا على المسترزقين، ردا على المحاربين او المناوئين لخاليه زيرو تفاهه. اقول لهم بالمثل الشعبي: قمحنا صعيب على الكياله، ما فيه لا سوسه لا شوك لا نخاله، واللي مشى بالمظاهر ما يفرقش ما بين الجبل والكاله. لنؤكد للجميع من خلال هذا المثل على ان خاليه زيرو تفاهه موجوده رغم انوفهم، موجوده رغم حقدهم، ورغم المسامر اللي كيديروا في الطريق او الشوك اللي كيزرعوا في الطريق. لنؤكد انه ابدا واطلاقا على انه زيرو تفاهه ما كتساويش الابتزاز. زيرو تفاهه تساوي الكرامه، تساوي العهد الذي وثقناه ورسمناه وادينا عليه اليمين امام الشعب المغربي، امام كل الهادفين والراغبين في تطهير العالم الرقمي، الهادفين على تخليق المجتمع المغربي. انها اراده ملكيه، لقد قال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله وشفاه ان حربنا وان عقيدتنا وان هدفنا وغاياتنا النبيله هي الحرص على حمايه قيم مجتمعنا واعراف مجتمعنا. وبالتالي نحن لا نتحدث من فراغ، ولم نكن لندخل هذه الحرب ضد التفاهه وضد الاجرام الالكتروني الا انه كان لدينا اليقين والعقيده على اننا نتقاطع مع الاهداف والغايات ديال صاحب الجلاله. والمهم اخوتي 10 شهور ديال الحاج الياس المالكي، الله يطلق سراحه والله يصبر عائلته، وما نتمنوا الحبس نتا شي واحد. كان بامكانه نكون تماك شي عقوبه، شي مولطه، شي لعيبه، شي غرامه ولا مولطه بالاسبانيه، فهمتي؟ ونتمنوا هاد الناس هادو، هاد طار سعدون بعدا انا كيعجبني، اما اخرين ما كنعرفهمش. هاد الاساتذه هادو ولا محاميين وحاربوا كلشي، ماشي غير واحد ولا جوج. هذا هو يعني شنو نقول، انا كنقول زعما حاربوا كلشي ماشي غير واحد ولا جوج. تحياتي ليكم، الله يسهل عليكم، الله يسهل على الجميع. وما تنساوناش اللايك والبارطاج اخوتي والسبسكرايب، وديما مغرب.